السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أي شيء صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. معانا منزل للبيع. مساحة المنزل اللي معانا 105 متر، منزل 3 أدوار، منزل سعره لقطة. المنزل اللي معانا كامل العدادات، كامل المرافق، وكمان الدور الأرضي ممكن نفتح فيه محل أو نعمل فيه مصنع أو أي مشروع تجاري. وكمان مش هتصدقوا سعر المنزل اللي معانا. منزل مساحة 105 متر، 3 أدوار، كامل العدادات، كامل المرافق. ال3 أدوار متشطبين، والدور الثالث سقفه خشب، يعني بينك وبين الجار اللي قصادك 5 متر. وكمان المنزل في مكان حيوي جدا، حواليك المدارس والأسواق والمستشفيات. المنزل 3 أدوار، موجود في كل شقة عداد كهرباء، يعني المنزل دخله 3 عدادات كهرباء و2 عداد غاز وعداد واحد مية. المنزل تبع الحاج محمد عكاشة. حضرتك هتروح تتفرج على المنزل ومش هياخد منك اي فلوس خالص. كمان واجهة المنزل زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله كبيرة، ومساحة الشارع 5 متر، والمكان حيوي جدا، ممكن تفتح فيه اي مشروع او محل. والارقام اللي موجودة داخل الفيديو، حضرتك لو حابب تتكلم واتس او فون او تسأل على اي تفاصيل، الارقام داخل الفيديو. عنوان المنزل اللي معانا منيا الشرفة. منيا الشرفة منطقة موجودة بعد حلوان، بينك وبين حلوان بالظبط نص ساعة، وهي المحطة اللي بعد التبين على طول. والمنيا ليها طريقين، طريق من ناحية الاستراد والطريق التاني من ناحية كورنيش النيل. وطبعا الطريق اللي ناحية الاستراد هو الطريق الأقرب. طريق الاستراد بعد كمين مايو على طول. منيا الشرفة بتبعد عن حلوان نص ساعة بالظبط، بينك وبين حلوان نص ساعة. منيا الشرفة هي المحطة اللي بعد التبين على طول. المنطقة موجود فيها مدارس، وكمان موجود فيها مستشفيات، وموجود فيها أسواق وكل حاجة، وهي منطقة معروفة جدا ومش متطرفة. منيا الشرفة هي قريبة من ناحية الاستراد من بعد كمين مايو، بينك وبين حلوان تقريبا ربع ساعة أو 15 دقيقة. المنزل موجود في مكان حيوي جدا، عرض الشارع 5 متر، وسعر المنزل اللي معانا لقطة. سعر المنزل 420 ألف جنيه. 420 ألف جنيه، منزل 3 أدوار، كامل العدادات، كامل المرافق، مساحته كبيرة جدا، مساحة 105 متر. والأرقام موجودة داخل الفيديو، لو حابين تستفسروا عن أي شيء أو تعرفوا أي معلومات تانية ممكن تتصل واتس أو فون. ونرجو من حضراتكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.